خوسيه ريبيرو في حيرة من أمره. خوسيه ريبيرو مدرب النادي الأهلي محتار يلعب مين على حساب مين في أهم مركز في المنظومة كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب ينصر إخواننا في غزة واشفي مرضاهم رب العالمين، وانصرهم على أعدائنا اللهم آمين يا رب العالمين، واحفظ مصر من كل سوء اللهم آمين يا رب العالمين. خوسيه ريبيرو قدامه أحد العمالقة في مركز واحد، مركز لا يقبل القسمة على اتنين، لازم اللي يكون فيه واقف على رجله صاحي. خوسيه ريبيرو محتار ما بين محمد الشناوي وما بين شوبير. شايف ان الشناوي مش افضل حاجة في بناء الهجمة، مش افضل حاجة انه يبدأ يلعب برجله صح، بس افضل عن شوبير في ضربات جزاء مثلا، افضل عن شوبير في انفرادات مثلا، افضل عن شوبير في قيادة الفريق مثلا، ولكن شوبير هو الافضل تقريبا في كل حاجة. بناء الهجمة عاوز يوظف حارس المرمى، ما يلعبش حارس مرمى بس، لا، يبقى هو اساس في صناعة هذه الهجمة، يبقى هو اساس في بناء الهجمة من عنده من تحت. شايف انه مصطفى شوبير متحكم في الكورة كويس، وعنده ردة فعل قوية عن الشناوي، ومن هنا جات له الفكرة، لأنه هو مش عاوز يقعد الشناوي يلاقي الشناوي ضرب بوز، ومش عاوز في نفس الوقت يخسر شوبير ومحتاج شوبير ضروري. قال لك بص أنا هلعب لعبة حلوة. إيه هي يا سيدي؟ قال لك أنا هدي دي بطولة وهدي اللاعب ده بطولة، واللي هيبدع وهيثبت نفسه هو اللي هيركب. أما صداع وسام أبو علي لم ينتهي حتى الآن. صداع وسام أبو علي هو ووكيله بالضغط على إدارة النادي الأهلي بالموافقة على أحد العروض، سواء العرض القطري أو العرض الإماراتي. طبعا احنا اتكلمنا امبارح إن العرض الإماراتي كان أقل حاجة أو كان المرتبة الثانية بعد العرض القطري، ولكن العرض الإماراتي تعدى الآن العرض القطري، بيوصل ل9 مليون دولار للنادي الأهلي، زائد مليون دولار بونص، سواء مشاركة، عدد أهداف، حصول على عدد بطولات، وهكذا. ولكن العرض القطري 8 مليون دولار زائد مليون بونص، ومش عاوز يزود العرض القطري. وسام بيضغط. طب هتقول لي فين العرض الامريكي؟ العرض الامريكي ب7 مليون دولار. هو وسام مايل للعرض الامريكي لسبب ان هو بعد ما خد اجازته في امريكا واستريح في العيشه هناك، فهو نفسه يعيش في امريكا، بس اسمه عايش في امريكا، بس ده هدفه. ولكن ال3 عروض قوبلوا بالرفض لوسام ابو علي. قالوا له كده باللفظ: يا وسام لو ما جبتليش عرض ب10 مليون دولار صافي للنادي الاهلي اعتبر نفسك معايا. وده الامر اللي مخوف ناس كتير قوي في اداره النادي الاهلي. قال لك انا السنه دي جاي لعرض فيه ب9 مليون دولار، وارد مش عارف ممكن يصاب او لا قدر الله، او ممكن يحصل اي مشكله، او مستواه ينزل معايا الموسم ده، ما يبقاش مركز بسبب العروض اللي راحت عليه، فما يأديش معايا الموسم ده، فاجي اخسره ويجي لي عرض السنه اللي بعدها باقل من كده، تخش في 7 مليون، تخش في 6 مليون، يبقى انا كنت انا الخسران. يبقى اعيد نفس كرة الزمالك مع زيزو لما كان جاي له 6.5 مليون دولار، وبسبب خوفهم من الجماهير اللي على السوشيال ميديا، مش الجماهير الاساسيه، مش الجماهير من الزمالك، الجماهير اللي على السوشيال ميديا، قال لك لا قعده، احنا نبني عليه فرقه، ولا اتبنى عليه فرقه ولا استفادوا من فلوسه، وراح للنادي الاهلي حر طليق من الزمالك للاهلي. اداره النادي الاهلي مش عاوزه تقع في هذا الضرب. اما الكابتن محمد يوسف بيقول لك في حال رحيل وسام ابو علي عن النادي الاهلي لا تقلقوا، جماهير الاهلي لا تقلق،
في بديل. ذهب أسد، سيعود أسد مكانه، سنجلب أسد مكانه، سواء كان الأسد الحملاوي الفلسطيني المهاجم أو الأناكوندا مصطفى محمد المهاجم المصري الدولي. في تلك الحالات لازم الأهلي يجيب مهاجم بره قائمة الأجانب خالص. أما اللاعب الثالث المهاجم وهو أيضا فلسطيني، تمام، اسمه يوسف سالتش. ده برضه بيفكروا فيه إنه يجيبوه مكان وسام، ولكن العقبة هنا إن اللاعب ده ما معهوش باسبور فلسطيني عشان يقيد كمصري هنا في الدوري المصري. أما هنا محاربة أبناء الزمالك لجون أدوار. جون أدوار بيتلقى انتقادات كثيرة من أبناء نادي الزمالك. أبناء نادي الزمالك اللي مش عاجبهم سيطرة جون أدوار على نادي الزمالك، مش عاجبهم إيجابيات جون أدوار حتى الآن مع نادي الزمالك. أبناء نادي الزمالك بما فيهم الكابتن طارق يحيى، والكابتن جمال عبد الحميد، والكابتن أيمن يونس، والكابتن وائل اللباني، والكابتن خالد الغندور، ومؤخرا الكابتن المحترم حلمي طولان. كل واحد طلع عبر عن رأيه في تولي جون أدوار لمهام منصب مدير التعاقدات، مدير الرياضي، صلاحيات مدير النادي، يشيل اللي هو عاوزه ويمشي اللي هو عاوزه ويقعد اللي هو عاوزه. كل واحد أبدع. مؤخرا مع الكابتن حلمي طولان يقول لك إدارة النادي الزمالك جابت سمسار يمسك نادي الزمالك، جابت سمسار يبيع ويشتري في أبناء نادي الزمالك. طيب نجيبها مثل بسيط. انت عندك لجنة التخطيط اللي كانت من أبناء نادي الزمالك اللي مجلس الإدارة حاليا كان معينها قبل جون أدوار، كانت برئاسة ميدو، كانت من ضمن الأعضاء أستاذ عمرو الجنايني، كابتن حازم إمام. لجنة التخطيط ديت من ساعة ما جت قولوا لي إفادة واحدة جماهير نادي الزمالك ونادي الزمالك استفادوا منها. جابوا الجفاني ما لعبش ماتشين على بعض مع الزمالك ومشي أو هيمشي. حلو. جابوا صلاح مصدق ما اثبتش وجوده. كانوا عاوزين يجيبوا طارق حامد، ميدو كان عاوز يجيب طارق حامد ويجيب ابو جبل، وتخيل نص الملعب بتاع الزمالك هيبقى مسخره، هيبقى عواجيز، وبرضه ما كانوش مرحبين. الاستاذ عمرو الجنايني كان عاوز يجدد واتفق مع عبد الله السعيد على 70 مليون جنيه في موسمين، اللي هو قوبل بالرفض من قبل إدارة نادي الزمالك. وحاليا تم تجديد لعبد الله السعيد ب 35 مليون جنيه في الموسمين، الموسم الأول إجباري والتاني اختياري من قبل الطرفين. هياخد الموسم الأول 20 والموسم التاني 15. طب الله، هو جون إدوار ساحر؟ هو جون إدوار ازاي اقنعه ب 35 مليون وهو كان جاي له عروض اساسا باعلى من كده بكتير من سيراميكا ومن زد، ومغمى عروض عليه ومتفق معاه على 70 مليون مع الاستاذ عمرو الجنايني؟ ما هو في امتيازات تانية اتحطت. يا عبد الله انت هتنهي مسيرتك مع نادي الزمالك، نادي كبير، نادي عظيم، مش اي نادي. يا عبد الله هيبقى لك يا عبد الله هيبقى ليك دور اداري داخل نادي الزمالك بعد الانتهاء وبعد الايه؟ الاعتزال. يا عبد الله هيبقى ليك دور اعلامي مع نادي الزمالك. يا عبد الله هتمسك منصب كبير في نادي الزمالك. وده سر المتخصص، زي ما بيقول لك ادي العيش لخبازه. الراجل ما لعبش كوره في حياته ماشي، الراجل كان شغال وكيل لاعبين وسمسار ماشي، ولكن عنده الحنكه، عنده المهارة، عنده الخبرة ازاي يوقف منظومة على رجليها واقعة ويوقفها تاني على رجليها. اما ياسين مرعي صفقة النادي الاهلي المدافع واللي بيحصل عليه دلوقتي مزاد من قبل النادي الاهلي والزمالك وبيراميدز،
ولكن رغبة اللاعب بتحسم الامر. رغبة اللاعب متجهة للنادي الاهلي، انا عاوز اروح النادي الاهلي. زي ما برضو احمد ربيع لاعب البنك الاهلي، الاستاذ محمد الاتربي كان رافض انه يبيع اي حد سواء اسامه فيصل للاهلي او احمد ربيع للزمالك، ولكن رغبه اللاعب هنا هي فوق كل شيء. بعد ضغطه على اداره البنك الاهلي تم الموافقه على انتقاله لمين؟ للزمالك، ودي رغبه اللاعب. نيجي هنا للصفقه اللي ما كانتش على البال، او الصفقه اللي ما كانش معمول لها حساب او بلان بي. انت عندك الاهلي شغال دلوقتي وبيسعى بكل جهوده انه يستقطب محمد شكري الباك الشمال بتاع سيراميكا كليوباترا، اللي هو كان من احد ناشئين النادي الاهلي للاهلي. هيجاور مين؟ كريم الدبيس. ويبقى كده الاهلي ستف اموره. عندك 2 في الباك الشمال، 2 في الباك اليمين محمد هاني وعمر كمال، سيرد باك وسيرد باك ياسين مرعي، احمد رمضان بيكهام، ياسر ابراهيم، مصطفى العش، واشرف داري جاي له عرض خرافي من الدوري السعودي ب 2 مليون دولار. والان العرض بيتم دراسته مع النادي الاهلي. ولكن في انهاء صفقه محمد شكري، اداره سيراميكا كليوباترا بتطالب باستقطاب كريم الدبيس من النادي الاهلي. عاوزين يستفيدوا بخدمات كريم الدبيس عندهم. قالوا له انت كده هتاخد الباك الشمال بتاعنا، احنا هنقعد نعمل ايه؟ نغلي زرموه يعني مثلا؟ ما احنا عاوزين باك شمال برضه، احنا عاوزين كريم الدبيس. والاهلي عاوز يزامل كريم الدبيس بمصطفى محمد شكري مع بعض، وده ممكن يتسبب في عدم مجيء محمد شكري للنادي الاهلي، ويخلي النادي الاهلي يفكر ويعيد تفكيره وحساباته تاني، ويرجع لمين؟ للصفقة الغير متوقعة، للصفقة اللي ما كانش معمول لها حساب، وهي صفقة الباك الشمال بتاع فاركو. مين بقى؟ توفيق محمد، الباك الشمال بتاع فاركو. الاهلي داخل على هذه الصفقة برضه، وبيحاول مع محمد شكري ويشوف الهين اللي هتيجي معاه، والاهلي هيشتغل عليها ويضمها. محمود صابر بيضغط وبقوه على اداره نادي بيراميدز. اداره نادي بيراميدز عاوزه تطلع محمود صابر اعاره للزمالك، ومحمود صابر رافض يخرج اعاره تاني وعاوز يروح بيع نهائي للزمالك، وده الامر اللي معطل هذه الصفقه حاليا. اما اللاعب عمرو ناصر مهاجم فاركو، انه خلص كل حاجه مع اداره نادي فاركو واداره نادي الزمالك، واتفق على كل شروط العقد، وهو حاليا في انهاء صفقته مع نادي الزمالك. هيبقى مهاجم بجوار ناصر منسي في الزمالك. جماهير الزمالك مستنيه ان جون ادوار بالرجاله بتاعته بالصفقات اللي هيجيبها هينزلوا يطلعوا نار زي التنين في الملعب. كل حاجه ولها بدايه، وكل بدايه بتبدا تيتا واحده واحده لحد ما تنسجم مع بعضها. انت بتبني فريق من اول وجديد، عشان جماهير الزمالك ما تنتظرش نتائج من اول مباراه، ما تنتظرش اداء ممتع من اول المباراه. جماهير نادي الزمالك لازم تصبر على جون ادوارد، مش زي ابناء نادي الزمالك اللي منهم مالهمش دور في الوقت الحالي مع النادي الزمالك، عمالين يحكموا بالفشل على جون ادوارد، عمالين ينتقدوا جون ادوارد. وهو بصراحه الراجل ما عملش حاجه غلط لحد دلوقتي، الراجل شغال صح، بس هم عشان مالهمش دور ومش حابين الوضع، فعشان كده عمالين يقطعوا فروته. فجمهور نادي الزمالك لازم يدعم الراجل ده، لازم يقف في ظهره، لازم يصبروا عليه وعلى صفقاته علشان يستنوا المردود بتاعهم. المردود ممكن يجي في نص الموسم، ممكن يجي في اخر الموسم، ممكن يجي الموسم الجاي، وممكن يجي واللعيبه تنسجم مع بعضها في اول الموسم. ولكن ما ينتظروش حاجه من اول الموسم كده، لازم اللعيبه تتعرف على بعضها وتاخد على بعضها والدنيا تبقى تمام. بعد كده انتظروا بقى جون ادوارد يطلع النار من بقه زي ما انتوا عاوزين. هننهي الحلقه مع بعض مع حسام عبد المجيد.
لسه جون ادوار ما وصلش حل مع حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد وهو المصر على احترافه بره في روسيا، لان الراجل متفق اتفاق شفوي مع اداره النادي الاهلي ان لا اما يفضل في الزمالك لحد ما ينتهي عقده زي بزيزو ويجي الاهلي مباشره، لا اما يطلع بيع زي امام عاشور ويرجع للنادي الاهلي. ولكن جون ادوار لسه ما خدش وقته في هذا ولكن لسه جون ادوار ما خدش وقته في هذا الملف. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على النبي، وفضلا وليس امرا اللايك بتاعك جميل، ولو مش مشترك في القناه اشترك علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تزوروني في حلقه بكره ان شاء الله نار للتاريخ. اما موسم الانتقالات كل دقيقه بجديد، كل ساعه بجديد. ممكن النهارده نسمع فلان الفلاني بيخلص مع النادي الاهلي، نصبح الصبح نلاقيه في نادي الزمالك، نصبح الصبح نلاقيه بيحترف بره، نصبح الصبح لاعب بيلعب في صفوف لاعب في نادي معين نلاقيه بره في ثانيه. موسم الانتقالات ما تنتظرش حاجه ثابته فيه.